السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم النهاردة معانا فيديو جديد. بس كالعادة يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي ما عملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. أولا نسمي بسم الله. احنا هنا عاملين فيديو مختلف شوية بنية فك الكرب كده وإن ربنا يصلح حالنا وأمورنا كده إن شاء الله. أولا نسمي بسم الله. هنا معايا التتبيلة بتاعت الفراخ اللي هعملها. معايا هنا ده كوباية زبادي او يعني بولة لبن. انا حطيتها في البولة اللبن عادي خالص من اللي بنشربه. حطيته في البولة كده وسبته لثاني يوم راب. احنا عايزين التتبيلة يبقى فيها لبن رايب او زبادي المتوفر. بيدي طعم حلو قوي للفراخ المشوية معانا. وهنشوي الفراخ النهاردة بطريقة حلوة وسهلة من غير دخان في الحر اللي احنا فيه. حطيت علبة الزبادي كده، وحطيت بقى معاها ايه التوابل. معايا صويا صوص، معايا دبس رمان، معايا صوص باربيكيو، كمون، كزبرة، فلفل اصفر، توم بودر، بصل بودر، كاري، بابريكا، ملح، خل، زيت، سكر. التوابل بتاعت الفراخ اللي احنا عارفينها هنحط من كل حاجة طبعا. احنا عاملين هنا كمية فراخ يعني، فهنحط ايه يعني نعمل حسابنا لكل مقدار فرخة معلقة صغيرة من كل التوابل اللي احنا عاملينها زي ما قلنا كده. نحط من كل حاجة معلقة صغيرة على حسب عدد الفراخ اللي احنا ايه هنتبلها. والملح يعني لكل فرخة يعني مثلا ايه نص معلقة كبيرة يعني او معلقة صغيرة هرمية كده علشان ايه تدينا تتبيلة حلوة للفراخ. والصويا صوص طبعا احنا عارفين انها حادقة شوية فبتدينا طعم وتتبيلة حلوة كمان للفراخ. معايا بقى السكر حطيته برضو علشان يعدل معايا الطعم. هقلب بقى التتبيلة كلها زي ما احنا شايفين كده. ومعايا بقى الفراخ اللي هشتغل بيها. طبعا غسلاها ونقعاها بخل وملح وليمون ونضفاها حلو زي ما احنا شايفين ومصفياها كويس. ومقطعاها بالطول، مقطعة الفرخة نصين بالطول من ورا كده من الظهر من السلسلة، مقطعاها نصين علشان يبقى النص كده ورك وصدر زي ما احنا شايفين. وغسلتها طبعا كويس وصفتها، وهبدأ بقى ايه احطها في التتبيلة اللي احنا عاملينها. زي ما قلت لكم الزبادي بتدي طعم وطراوة يعني حلو قوي للفراخ. معايا بقى الفراخ كده اللي احنا مقطعينها. واحنا بنقطع كده في نص بيبقى العظم متشال منه، يعني العظم رايح في ناحية وناحية لأ. طبعا الناحية اللي رايح فيها العظم بتبقى مقفولة كده، فهنبدأ نفتحها بالسكينة علشان التتبيلة تخش في قلب الصدر. احنا عارفين ان الصدر دايما بيبقى ايه لحمته ناشفة شوية، فعايزين التتبيلة تخش في قلب الصدر كده، فهنفتحها واحنا بنتبل علشان التتبيلة تخش في الفراخ حلو كده. وهنتبل بقى الفراخ كلها بالطريقة دي بكل التتبيلة اللي معانا، وهنحط بقى التتبيلة كده عليها. انا سبتها هنا حوالي ساعة مش كتير يعني علشان الجو حر والكمية كبيرة ومش هعرف احطها في التلاجة تاني. فسبتها حوالي ساعة في التتبيلة وبدأت ايه ويمكن اقل من ساعة كمان، وبدأت ايه احطها. طبعا النور قطع معلش، واحنا في الوقت ده بنحط الفراخ في الفرن. النور ضعيف، مش الصورة مش واضحة. معلش مشكلة ان شاء الله تتحل. ندعي كلنا بنية فك الكرب ان شاء الله. وهحط بقى الفراخ كده زي ما احنا شايفين في الصواني اللي هتدخل الفرن. انا هحط الفراخ على وشها كده، يعني هخلي الظهر بتاعها من فوق علشان ما يلزقش معايا في الصينية، وعلشان في التحمير كمان ياخد معايا وش ويبقى حلو. هحطها رصها بقى في الصواني، وهحط التتبيلة باقي التتبيلة عليها. لان التتبيله اللي معايا هي اللي هتسوي الفراخ معايا. طبعا هغطيها بقى بورق فويل. انا هدخل صينيه في الفرن الصاج الكبير وصينيه في فرن البوتاجاز علشان انجز طبعا. فهحطهم بقى هغطيهم بورق فويل، وهشغل الفرن من تحت حوالي ساعة او اقل من ساعة شوية. وبعدين هشيل الورق الفويل وهشغل بقى الشواية علشان ايه
تدينا تحمر الوش. دي احلى طريقة للفراخ المشوية في الفرن من غير بقى دخان ولا اي حاجة. عايزة اقول لكم التتبيلة بتاعت الفراخ دي خطيرة، بتدي طعم وطراوة للفراخ رهيب. وهيدينا نتيجة حلوة ان شاء الله، ومش هتفرقها عن الفراخ المشوية على الفحم. وممكن بعد ما نطلعها من الفرن نحط لها فحماية ونغطيها تاخد نفس الشوي كمان، علشان ايه تدينا نتيجة حلوة. هنعمل بقى الرز البسمتي معايا. انا معايا الحلة على النار، انا عاملة هنا حلة كبيرة علشان هعمل كمية رز كبيرة برضو. حطيت فيها سمنة وزيت، وهحط فيها الملح. انا هحط هنا ملح وفلفل اسمر وبابريكا وكاري وكركم وقرفة. انا حاطه هنا القرفة ناعمة بودرة يعني، والكركم طبعا علشان لون الرز معايا. وكل التوابل اللي احنا عاملينها طبعا احنا بنعمل على قد مقدار الرز برضو اللي احنا عاملينه. يعني مثلا معلقة صغيرة لكل كيلو رز بسمتي من كل التوابل اللي احنا عاملينها. الكركم بنزوده شوية علشان اللون معانا يعزز. هشوح بقى التتبيلة كلها في السمنة والزيت معايا لحد ما تاخد لون حلو، يعني نفسها يطلع. وهبدأ ازود بقى المية بتاعت الرز. طبعا مية الرز في الرز البسمتي بتكون لو احنا مش عارفين العيار كده بالويم زي ما احنا بنعمل، بنقيس الرز بحاجة، بكوباية او بأي مقاس عندنا، وبنحط لكل مقدار رز مقدارين مية. الرز هنا انا غسلاه ونقعاه حوالي ساعة برضو علشان يدينا نتيجة حلوة. ده رز بسمتي طويل الحبة علشان برضو يدينا نتيجة حلوة. في الرز البسمتي احلى رز بسمتي ناكله المفروض نجيبه اللي هو طويل الحبة، علشان ايه يدينا نتيجة حلوة ويبقى مستوي معانا وما يبقاش معجن ويبقى طعمه حلو. الرز غسلاه ونقعاه. هبدأ احطه بقى وهظبط ميته كده زي ما احنا شايفين، وهسيبه بقى ايه لحد ما يستوي معايا. هنا الرز ما شاء الله شايفين رز مفلفل وجميل زي ما قلت لكم. الرز اللي هو طويل الحبة بيدينا نتيجة حلوة وما بيعجنش معايا وبيبقى مستوي كويس وحلو. كده خلصت الرز والفراخ كمان خلصتها جاهزة معايا. هنا بقى الطباق اللي انا هوزع فيها. دي اطباق كبيرة تكفي أسرة. يعني انا عاملة الإطعام ده لأسر، يعني مش أفراد. في كل طبق كده هنحط كمية الرز اللي احنا يعني تكفي أفراد الأسرة، وهنحط فرخة كاملة زي ما احنا شايفين اللي هي نصين زي ما احنا مقطعينها في الطبق، وهنغطيه بورق سلوفان وهنوزعه زي ما هو كده بالشكل اللي احنا شايفينه كده ما شاء الله. يعني طريقة حلوة وبسيطة، وندعي كلنا بنية فك الكرب كده، وان ربنا يحوش عننا اللي احنا فيه ويرضى عننا يا رب. وندعي كلنا كده ان ربنا يسعد ولادنا يا رب وينجحهم ويسترها معاهم ويبارك في عمرهم كده، وربنا يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال يا رب. عايزة أقول لكم يعني من أحسن الفيديوهات اللي أنا عملتها. بحب الحاجات دي قوي. قلت يعني أديكم أفكار للي حابب يعمل حاجة زي كده علشان ربنا كده يرضى عننا يا رب، وندعي كلنا ان ربنا يتقبل مننا ان شاء الله. اللهم امين. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.